السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم مطبخ منوح. ان شاء الله يا ربي تكونوا في افضل صحة وسلامة. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم تحضير ديال الطماطم المجففه اللي هي واحد العنصر مهم صراحه البنات في النظام الغذائي ديالكم، لانه كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات كفيتامين ا وبي 1 بي 5 فيتامين او سي وغيرها، وهو مصدر قوي للمضادات اللي كيعاونونا باش نقلوا من الاصابه بالسرطان وكذلك فقر الدم وبزاف ديال الحوايج البنات. وراه كيجي واعر مع لي بوط ومجموعه ديال ديال الحشوات ولي ساندويتش كيجي غزال. فان شاء الله تبعوا معايا الطريقه ديالو وجربوه وتبعوا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالو كامله. ايضا غادي نشارك معكم مجموعه ديال التحضيرات اللي غادي تساعدكم في المطبخ ديالكم في الطياب ديالكم، تحضيرات قبليه اللي غادي تسهل عليكم الطياب وتسهل عليكم الوقوف في المطبخ. المهم غادي نبداو اول حاجه ان شاء الله في التحضير ديال الطماطم. غادي نعطيكم 3 ديال الطرق باش تحضروها. الطريقه الاولى، خديت هنايا الطماطم سوغيس، غسلتها مزيان نقيتها. المهم كيف ما كتشوفوا معايا خديت مطيشه اللي شويه كبيره غير شويه. هنا الطريقه الاولى كنقسمها على جوج. ملي كنقسمها على جوج فانا كنحيد ليها داك الزريعه. هاد الزريعه ديالها كنحيدوها البنات، ممكن تخليوها، كنحيدها ليها باش تنشف ليا بالزربه، حيت ملي غادي تخليو ليها الزريعه والماء فغادي تبقى معطله في التنشاف. واش فهمتوني؟ دونك من الاحسن انكم تحيدوا ليها كامله داك الزريعه ديالها على هذا الشكل هذا. شوفوا شحال ديال الماء حيدتو، يعني غتوفروا عليكم هاد التنشاف. هنا غادي نسمها بشويه ديال المليحه وشويه ديال الزعتر اللي انا هنا طاحناهم كنديروهم طحونش، غادي نرشوا عليها من الفوق. غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت البلديه، واحد الخيوط ديال الزيت فقط، وغادي نوضع من فوق منهم شويه ديال اليازير وشويه ديال قطع ديال الثومه. وبالنسبه للتنسيم راه كيبقى بنات اختياري، ممكن تستغنيو على شي حاجه وممكن تضيفوها، ممكن ديروا الوريقه ديال الحبق حتى هما كيجيو غزالين، ممكن السمطه ديالكم باللي حبيتو. هنا مباشره غادي ندخلوهم للفران، غادي نخليهم على 100 درجه، غادي نبقى مخليهم فيه حتى ينشفوا لي. انا كيبقاو لي حتى 4 سوايع 5 سوايع صراحه البنات في الفران. الطريقه الثانيه غادي ناخذ المطيشه هذه اللي كبيره ولكن تكون مهبره. هي من الاحسن تكون هذيك اللي طويله كتجي غزاله فيها، الا ما كانتش هذه تكون حتى هي مهبره. شوفوا راه الهبره ديالها زوينه باش ملي كتنشف لكم هذه كتجي احسن من السوغيس صراحه البنات، كتجي مهبره المطيشه وكتجي معيلكه وزوينه بزاف. ممتاز. هي نفس الطريقه راه غادي نقطعها على كما شفتوا على الساحيت كبيره، وغادي نحيد لهم كاملين الزريعه، وغادي نسفهم في واحد اللاطه، وغادي نتبلهم بنفس التتبيله اللي درت المطيشه الاخرى، يعني المليحه الزويته والزعتر وكذلك شويه ديال الاوراق ديال اليازير وهذا الحبه الثومه اللي مقطعاهم. صافي غادي ندخلها في الفران نفس الطريقه، يعني راه ساهله الطريقه ديالها. واللي يقدر يجففها في الشمس راه كتجي خطيره في الشمس احسن بكثير، ولكن دابا حيت حنا متوفرينش يعني على الشمس في هذا الوقت هذه، فمن الاحسن ديروها في الفران. الطريقه الثالثه البنات هكا طماطم سوغيس باش ما كتعذبوش، ما فيكم ما تقطعوا، كتشدوها غير كتقبوها بحال هذا الشكل، كتكيوها بالموس وكتبركي عليها بصبيعاتك، وهكا كيطرطق داك الماء اللي داخله، كيخرج داك الماء اللي داخل منها. وغادي نسالي هذه العمليه كامله في هذيك السله كامله اللي عندي ديال السوغيس. ومني غادي نساليها غادي نوضع مباشره فوق منها داك التتبيله اللي درت الاخرين. غير هنا ضفت فقط داك البودره ديال البصل، زدتها كمنسم خاص ليها. صافي غادي نخلطوا مع بعضياتهم. وايضا غادي نديرها في اللاطه، هاد اللاطه اللي درتها فيها ديجا كنت منشفه فيها المطيشه الاولى، صافي درتها فيها وحتى هي نشفتها بنفس الطريقه، وغادي نخليهم من يجفوا ونطلقوا. هاي بنات المطيشه ديال الاولى من بعد ما جفتها شوفوا كيفاش تجمعات كامله. هنا ما تديوش على اللون ديالها راه احمر فقط لان الضوء ما مضوياش مزيان وصورت يعني بالليل فما كانتش باينه الاضاءه، ولكن راها كتكون حمراء وزوينه اللون ديالها. راه الاضاءه ما عطاها صراحه التصوير ما عطاهاش الحق ديالها. صافي كنجمعها كامله. شوفوها نتوما هذه الثانيه حتى هيايا كيفاش كتكون. المهم انا كنجمعهم كاملين كلهم نشفوا ليا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ البنات ممكن تحتفظوا بهم هكذا، ومن الاحسن تحتفظوا بهم في الزيت باش كتحصلوا على بزاف ديال المنافع فيهم وكيبقاو لكم مده طويله. هنا خديت قريعه درت فيها طريفات ديال الثومه، شويه ديال الحبيق وشويه ديال اليازير، وجمعت فيها داك المطيشه. ومن بعد هنايا فانا غطيتها كامله بالزويته بلديه، وغادي نحطها في الثلاجه. انا كنحطها في الثلاجه وكنستعملها في لي ساندويتش، في الاومليت ديالي ديال الفطور، كنستعملها في لي باط. عرفتي راه كتجي بنات غزاله ولذيذه بزاف. جربوها. الا ما بغيتوش بعدا بالنسبه للثومه ما بغيتوش ديروها في القريعات لحقاش كتطلق النسمه
فما ديروهاش. اللي ما عندوش مشكل يخليها. هنا بالنسبه للصبانيخ بزاف الناس ما كيقدروش يجيبوهم يحتفظوا بهم. البنات الصبانيخ ممكن تجيبوهم بحال هكا تغسلوهم وتنشفوهم وديروهم في واحد الورق تحطوهم فيه فوق الثوب حتى ينشفوا مزيان. كنشفوهم مزيان بعد ما كنخليهم ليله كامله ينشفوا، عاد كنجمعوهم في واحد البوطه اللي كنكون مفرشه عليها واحد الورق ديال هذا ورق بابي كويزينيير ديال المطبخ. صافي كنحطهم في هذه البواطه هذه، اولا ديروهم في بلاستيكه وتحطوا معاهم واحد الملعقه عاديه وتسدوا عليهم وتحطوهم، راه كيبقاو مده طويله وممكن تصلوا بهم في المجمد. بالنسبه للخص نفس الطريقه بنات اللي ما كيقدروش يحتفظوا به، غسلوه ونقيوه مزيان وحطوه في واحد فوق الزيت ينشف مزيان من الماء، وعاد حطوه في واحد البواطه وسدوا عليه. راه كيبقى معكم البنات الاسبوع حتى ل 15 يوم، ما كيخسر ما كيطرالو حتى شي حاجه ان شاء الله. هذه الطريقه هي باش كتصاوبوا بالورقيات الخضراء باش ما تبقاش تعدوا معاه. حتى بالنسبه للقزبور والكرافس راه باش كنديروا لهم. بالنسبه للبنات الشامبينيون، الناس اللي ما كيعرفوش البنات المبتدئات بطبيعه الحال، كنهضر مع الناس المبتدئات اللي ما كيعرفوش يقشروا شامبينيون ويحتفظوا به. هنا شامبينيون خديته مسحته، لان شامبينيون راه ما كنغسلوش، فمسحته مزيان باش ما تكونش فيه داك الغبره ولا شي حاجه. وهنا بالنسبه للطريقه ديال التنقيه راه ساهله، نتوما كتشوفوا كتجيو في اللور ديالها. هنا دابا كنت خليتهم بداو كيتحلوا ليا حيت توقعوا لي يومين في الثلاجه. صافي كتبداي كتجري هنا القشره راه كتجر بسهوله. الطريقه ديالها جد سهله. وبالنسبه داك الساق ديالها ممكن تحيديه وممكن تخليه وتقشريه غير بهذه الطريقه هذه كما تشوفي، بحال ما تقشري خيزو صافي وتقطعيه على شكل ديال شرائح. بالنسبه للشرائح ملي تقطعيوهم ما تقطعوهمش يكونوا رقاقين، خليوهم يكونوا شويه عراضين شويه، حيت ملي يلاه كيطيبوا كيجيو هما هذوك في الطياب ديالهم ملي كيدبلوا. المهم هنا كان بعد ما كنقطعهم فانا كنستفهم في واحد شي كنستفهم شي بواطه ولا شي طاس ولا شي حاجه بحال هذه، بحال الكوبلي هذا كتسفهم فيها. كندير الطبقه الاولى، من بعد من الطبقه الاولى كندير فوق منها واحد ورق الطبخ وكندير الطبقه الثانيه. الطريقه بنات راه ساهله وكنحطهم في المجمد، راه ما كيطاليهم والو، كيبقاو غزالين. الوقت ما بغيتوهم ديروهم في الحشوات ديالكم ولا مع لي سكالوب ولا مثلا ديروهم مع الكوري ولا شي حاجه، كتجبدوهم كتلقاوهم عندكم ديما واجدين، ما كتبقاوش تلقاو مشكل خصك تمشي تجيبيهم وتبقاي حاصله فيهم. المهم هذه بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بالشامبينيون. صافي ملي غادي نسالي كندير لهم هنايا ورق ديال سوفيليزي وكنحطهم في المجمد كيف كنقول لكم. صافي بالنسبه للحاجه الثالثه اللي غادي نشاركها معكم من التحضيرات المنزليه اللي عندنا، واللي هي توم كراميليزي، واللي هي شي حاجه خطيره ولذيذه وبزاف وكتسهل عليكم الخدمه في المطبخ ديالكم. هنا خديت الثومه رقدتها في الماء. هذه الطريقه مخدمتها عند الاخت ليلى كامل. كنرقدوها في الماء وكنقشروها باش ما كتسهل لكم تحيدوا القشره. المهم ملي غادي نقشرها كامله بها غادي ندير ليها حاجه بسيطه، شويه ديال الملحه، وغادي ندير ليها الزويته، ومن الاحسن كاع الا غطيتوها بالزيت، وغادي ندخلها الفران حتى طيب ليا ويولي اللون ديالها ذهبي. عاد نخرجها من الفران. راه كنت شاركت معكم الطريقه ديال الثوم كراميليزي. المهم هنايا من بعد ما صايبتها فانا غادي نطحنها في هاشوار في مولينيس في اي حاجه. طحنوها مزيان تتولي عندكم واحد البوماد ديال الثومه، وبقاو تستعملوها البنات في الحشوات ديالكم ملي تكون كطيبوا الحشوات ديال المملحات. عرفتي كتجي بنينه بزاف، وفي لي بات كتعطي واحد اللذه اللي خطيره وكتهنيكم من كل ساعه انكم تنقيو الثومه. وكيكونوا هادو هما الافكار ديالنا ديال اليوم ديال الفيديو ديالنا، ونتمنى ان شاء الله انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات من لايكاتكم وانكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لما لا، وتخليو شي تعليق بحالكم يكون غزال باش هكا نتشجع ونزيد نمونطي لكم فيديوهات. لان بحال دابا هذا الفيديو دار من السنه الماضيه وانا مصوره لكم وما تيسرش ليا الامور صراحه انني ندير لكم المونتاج. دابا بغيت نرجع معكم ولكن محتاجه لكم شويه ديال التشجيعات فشجعونا، والسلام عليكم.